جيد، بس أنا بدي أسألك سؤال بسيط وصغير. يا سيدي ما عندي مشكلة، ارفع شعارات واحكي وكذا، ما عندي مشكلة. أنا بدي أسألك سؤال. يوم القدس العالمي الذي تحتفل به إيران وحزب الله والنظام السوري والكل وكذا، أنا بصراحة كل هالبهرجات والشعارات لا تمر على رأسي. ما فائدة أن ترفع لي منذ 40 عاما شعار تحرير القدس وأنت تحتل 4 عواصم عربية بشهادة الإيرانيين أنفسهم؟ إيران كل المسؤولين الإيرانيين قالوها بالفم الملآن، نحن نحتل 4 عواصم عربية: بغداد، دمشق، بيروت، وصنعاء. سوريا 35 محافظة. وأكبر الشخصيات الإيرانية تقول عن سوريا هي المحافظة 35. ماشي؟ طيب أنا يعني شو بدي تخطب لي وكذا وتقول لي إسرائيل والصهيونية والإمبريالية وما بعرف شو؟ يعني بالله مشان ترفع شعار تحرير القدس بتحتلي نص العالم العربي؟ بالله باسم القدس بتدمر لي حلب؟ يعني سمعنا عن صواريخ حيفا وما بعد حيفا، هذه صواريخ حيفا وما بعد حيفا ما شفناها الا عم تقتل السوريين في حلب وبدرعا وبدير الزور وبالزبداني وبكذا. بدي جاوبني يعني. فيك تقول لي إيران قالت إنه هي محتلة 4 عواصم عربية، يعني مشان القدس تحتلي نص العالم العربي يا حبيبي؟